قرار رسمي والمشاركين فيه، وأقول المشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري. أمينة سليماني. من بين الأشخاص المحالين على قضية التحقيق 2 من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري. وذكر بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه اتخذ هذا القرار بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية 72 ساعة بعد التمديد. وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لجلالة الملك كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري. هذه القضية وقعت نهار الجمعة اللي داز مع العشية. السبب ديالها هو أن المرحوم كان شراء شي حوت في ميناء الحسيمة وعيط لواحد السيارة نوع مرسيدس، هزلوا هذا الحوت باش يسوقوا لشي جهه. بطبيعه الحال ملي جا خارج في الباب ديال الميناء جا دايز نيشان الشرطي اللي كان في الباب، علم بطبيعه الحال بالبرقيه ديالو الزملاء ديالو داخل المدينه اللي وقفوه. بعد ما وقفوا السائق داوه باش يديروا معاه الإجراءات القانونية. وأكد المصدر ذاته أنه يستفاد من معطيات البحث أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسيف إسبادون المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نوفمبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 1176/13 بتاريخ 8 أبريل 2013. وأفاد أن المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد. وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري يضيف البلاغ أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك لتتصل إثر ذلك مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع. وذكر بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي إتلافها. اللجنة قررت بعد ما الطبيب البيطري قرر أن هذه السلعة غير قابلة للاستهلاك، قررت اللجنة باش يتم الإتلاف ديالها. هما ملي تداولوا بيناتهم توصلوا إلى أن باش يجيبوا الكاميو ديال الصليح فيه غادي تتلف هاد السلعة بطبيعة الحال المتكونة من الأسماك، وهذه الأسماك من نوع بوسيف ليسبادون. وكشف أن اللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية استدعت من أجل القيام بعملية الإتلاف شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد المسؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف قبل نقل كمية السمك المحجوزة، موضحا أن اللجنة عمدت إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية ثم تسليم أصله لممثل الشركة، وهو ما يكتسي في نظر هذه النيابة العامة وصف جناية التزوير في أوراق رسمية. مشاو يتخذوا الإجراءات، جابوا السيارة جابوا الشاحنة ديال الصليح باش يتولاو إتلاف هذه المادة. أثناء ذلك حضر الهالك المرحوم إلى عين المكان باش يشوف اش كيوقع. جاو الزملاء ديالو الأصدقاء ديالو اللي شرع لهم هذه السلعة باش يأزروه في هذه العملية. وقع ما وقع بطبيعة الحال. ديك الآلة ديال الشاحنة ديال الصليح دارت.
وأشار المصدر نفسه إلى أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ويتم تشغيلها بعد تزويدها بالكهرباء بواسطة زر يقع بمقطورة القيادة الأمامية من طرف السائق، وكذلك بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة. وأكد بلاغ الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه لم يثبت من البحث المجرى في النازلة صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة، مبرزا أن النيابة العامة من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث وتصريحات الأطراف رجحت كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي، ومضيفا أنه يبقى للقضاء الذي سينظر في القضية أن يقرر ما يراه ملائما بشأنها طبقا للقانون. واحد العباره كانت كتداول عبر المواقع الاجتماعيه وبعض الصحف وكذا، كان كيتسمع قالوا راه شي واحد ملي وقعت الواقعه حدا ديك الشاحنه ديال النفايات، واحد قال له طحن امو. حنا بطبيعه الحال هذه العباره بحثوا فيها الشرطه القضائيه، اجتمعوا لواحد العدد الناس اللي كانوا حاضرين تما، سواء اصدقاء الهالك المرحوم او اللي كانوا حاضرين كلهم. هاد الناس كلهم اكدوا انهم ما سمعوش هذه العباره نهائيا، بمعنى انه لم يقع في عين المكان التي وقعت فيه الواقعه، لم يقع هناك اي اعتداء على اي شخص. بطبيعه الحال قيل الكثير عن الصيد البحري، تقال بزاف ما تقال على الصيد البحري في الميناء ديال الحسيمه. حنا بطبيعه الحال هذه المساله راه غادي نبحثوا فيها وغادي نتخذوا فيها قرارات ان شاء الله. وأفاد بأن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري التي قد تسفر عن متابعات لاحقة إذا توفرت أدلة على قيامها.